السلام عليكم. النهاردة هقول لكم وصفتي في الممبار، مع العلم ان الممبار ده من اكتر الاصناف اللي بتطلب مني في شغلي. بجد بيطلع خطير والرز مفلفل ومش معجن. بص خطير ازاي. البصلة بتاعت الممبار بتاعي انا مش بحمرها، انا بس بسيبها تدبل، وبعدين هنزل عليها بالطماطم. الطماطم بتاعتي تكون متصفية، ده بيفرق جدا في الممبار، يعني بيخليه مفلفل. انا بسبكه نص تسبيكة بس، ده بيكون افضل بالنسبة لي من الني في ني. بصوا الممبار نضيف ازاي ما شاء الله. انا بنزل بالتوابل بتاعتي على الرز الاول وبقلبهم مع بعض، ده بيفرق جدا في الريحة يعني. التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون وكزبرة ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة من القرفة البودر، بتفرق جدا في الممبار. بعدين هنزل بالخضرة وبعدين الصلصة بتاعتي واقلبه واسيبه على جنب ساعة قبل ما ابدأ احشي فيه، ده بيفرق جدا في طعم الممبار. طبعا وانا بحشي الممبار مش بملاه رز، انا بخلي الرز يكون خط مستقيم كده علشان ما يفرقعش معايا او يخرج رز كتير في الحلة. انزل بيه بقى في المية السخنة، نحط فيها ورق لورا وحبهان وبصلاية، حمر بزيت غزير. بجد الممبار بتاعي الحمد لله بيكون مميز جدا. اتمنى تجربوه بطريقتي، واحب افكركم ان انتوا تقدروا تطلبوا كل الوصفات اللي بتشوفوها على الصفحة وتوصل لكم مستوية وعلى التسوية. والى اللقاء في وصفات اخرى.